السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو بغيت نديرو على قبل هذا كحل الإثميد يباع في الأسواق، وديري ليه واحد الإشهار. أنا حليت واحد الباكية هنا، ديري ليه الإشهار بالحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام وبالخصائص ديال كحل الإثميد. ماشي هذا هو المشكل، المشكل هو واش فعلا هو كحل الإثميد أم لا، لأن الحديث هو صحيح 100%. ها هو الكحل، كنكبو منه التجربه كنكبو واحد شويه. الا بغينا نعرفوا هذا العيار، شوفوا ها شوفوا كنلعب به كما بغيت. انا غنجمعو، تابعني شوفوا شنو كندير ونجمعو عاوتاني. ما معنى هذا كيدل بان هذا الكحل فيه واحد النسبه عاليه من الحديد، يعني الا كحلت به السيده غادي تصدى لها في عينيها وغادي يسبب لها مشاكل بصريه هي في غنى عنها. نعطيكم تجربه اخرى. هذا الكحل العادي اللي كنعرفوه بحيث لونبالاج التقليدي، هو هذا كحل طبيعي باش تعرفوا بان الفرق بين داك الكحل اللي كيتباع وهذا. شوف ضو العيار ما تيتحركش نهائيا، بمعنى انه خالي نهائيا من الحديد. وهذا انا دابا تنتخيل هذه الجريمه، وحده كتكحل بالاثميد على اساس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقوي البصر ويشافي لها عينيها وينبت لها الشفران ديالها، فاذا بها كتكحل بالحديد، بودره الحديد. اللهم اني قد بلغت.